سونجو بعد 7 دقائق من بداية اللقاء وقف مدافعه ولاعبه الداخلية على أساس أن هناك تسلل، ولم يكن هناك تسلل والراية صحيحة والهدف. انما ما استغلوش الكرة اللي اخطاها هشام شحاتة واتقطعت كويس قوي من جبهتهم اليمين. ادي ملعوبة مفيش راية خطيرة. الشيخ ممكن جول من السماء. جول 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 يا ولد يا ولد يا ولد. احمد الشيخ خطير. الجون الثاني بعد ما نقل نفسه الراجل كان غايب اول الشوط الثاني لما كان بيلعب من الجبهه اليمين، نقله هنا مختار بيسجل ثاني الاهداف مع الدقيقه 69. حطها في منتهى الجمال والروعه ويشيلها من فوق محمد فتحي، ما قدرش يحصلها حسام عبد الجواد عشان يتقدم ابناء الاسكندريه وزعيم الصغر بالثنائيه على فريق الداخليه. 2-0 الشوط الاول كاسونجو. بص اللعبه من اولها، ادي التمريره والاخطاء الدفاعيه بنفس حال الشوط الاول في الهدف الاول اللي سجلوه. التغطيه اللي كانت على خط واحد وضربهم احمد الشيخ كويس قوي، وبيسجل النهارده زي ما سجل في اول اسبوع امام نادي المقاولين العرب. بيعيد التسجيل للمره 12. اول لقاء في الاسبوع الاول شاهد عليهم في الدوري الممتاز كان امام الاتحاد وانتهى بالتعادل 1-1. جوه ال 18 سيبك من الارقام والحكايات، جمهور الاسكندريه عاوز 3 نقاط لفرقته وهنشوف يا ولد يا ولد يا ولد. ايه الولد ده؟ ايه اللعيب ده؟ خطير شرير. اقول زي ما انا اقول كاسونجو فرود ملوش حل. الراجل لو سمعني من اول اللقاء قلت لك فرود من اللي الجماهير تحبهم، من اللي قلبك عايز يشوفهم. كاسونجو بهدف عالمي يسجل الجول الثالث، هدف في اول الموسم على طريقة الخطيب وهدف النهاردة وسموه بيبو الاسكندرية بعد تألقه في بداية الدوري. يا ولد يا كاسونجو، حلوة يا ولد. فوقتنا دي مع اخر اللقاء واحنا بنكمل خلاص وبنقفل كده عشان نختم ال3 نقاط لنادي الاتحاد. بص الراجل بيعمل ايه يا ابن الجمال ده، يا ابن الجمال ده. حلوة 3-0 لنادي الاتحاد في لقاء اكتر من رائع. قلت زعيم الصغر الموسم اللي فات 11 انتصار كلهم 1-0 ما عدا لقاء وحيد.